ده هو دوما رجل عاش عمره وسط الدم والحديد، محارب مأجور ما يعرفش الرحمة طريق، لكن وسط العتمة دي في سبب واحد بيخليه يكمل، هو ابنه الصغير اللي بيشوف أبوه بطل من غير ما يعرف إن أبوه غرقان في عالم كله خيانة وقتال. في أحد الأيام بيدخل دوما على واحدة من الحانات وبيبص الرئيس العصابة اللي قاعد وبيقول له أنت هتيجي معايا دلوقتي عشان أسلمك، أنت مطلوب فيك 800 عملة ذهبية، بس انا عشان طيب وابن حلال هقول لك ترتاح وتديني 3 اضعاف اللي هم طالبينه وكأني ما شفتكش. ساعتها زعيم العصابة بيبص له وبيقول له انت مجنون يا ابني ولا عبيط؟ بقى جاي لي في الحانة وسط رجالتي وكمان عايز تقبض عليا؟ وساعتها الزعيم بيقول بصوت عالي خناقة يا رجالة. ساعتها كل الرجالة بيخرجوا وبيقفلوا المكان وبيبص الزعيم لبطلنا وبيقول له ها هتتراجع ولا ايه؟ ساعتها كلهم بيفتكروا ضعيف وهياكلوه ويحطوه في رغيف، لكنهم ما يعرفوش ان ده دوما. وساعتها بيبص لابنه وبيقول له يعد من 1 لغاية 9، وفي ثوان معدودة بيكون بطلنا خلص على كل الموجودين. زعيمهم ساعتها بيكون مصدوم وبينادي على واحد من حراسه عشان يرمي له السيف، لكن بطلنا بيقول له عايز السيف؟ طب خد، وبيديله بالسيف في جنبه. ساعتها الزعيم بينادي على باقي رجالته عشان ينقذوه من المجنون اللي هيخلص عليه ده، بس على مين؟ ده بطلنا دوما المتين. بيخلص عليهم في ثواني معدودة وبيرميهم جنب اخواتهم. وساعتها بطلنا دوما بيبدأ ان هو يقرب من الزعيم عشان يخلص عليه، لكن ساعتها الزعيم بيبدأ ان هو يصرخ ويعيط عشان بطلنا يعفي عنه، وبيرفع ساعتها الفلوس وبيديها لبطلنا عشان يعفي عنه، وبيعرفه ان الكيس ده فيه اكتر من اللي هو طلبه. ساعتها بطلنا بيبتسم وبيقول له لا فين الرجولة ولا اللي كنت عامل فيها من شوية؟ بس خلاص هات يلا هات يا شويتشي. وبياخد ابنه وبيخرج من المكان، وفي الطريق بنكتشف ان هما مديونين بمبلغ كبير جدا لواحد من التجار. وفي الليل شويتشي بيسأل ابوه هما هيسدوا الدين اللي عليهم امتى؟ فابوه بيقول له يا ابني انت مش فاهم حاجة، اللي ليه قرش ما بينامش، ما بالك باللي عليه. وبيكونوا مولعين نار في الصحراء وبيكون بسبب وحوش اسمهم الراكشاسة، وبيكون دول من آكلي لحوم البشر. بيكون الوحوش دول بيحملوا طاقة ملعونة هدفهم ان هم يخلصوا على كل الموجودين، ولن يكتفوا بقتل البشر فقط ولكن يأكلوا قلوبهم وأكبادهم. وفي اليوم التالي بنشوفهم وهم متجهين لبلدة لاو تاجر العبيد، وفي وسط الطريق هوبا دروبا يا صاحبي بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من الركشاسة ميتين على الأرض، وكمان عدد كبير جدا من الجثث. ولكن المفاجأة انهم بيشوفوا محارب قوي جدا واقف، فبيحاولوا ان هم يقربوا منه، ولكن المفاجأة انهم بيلاقوه مقتول. وبطلنا بيعجبه سيف فبياخد ابنه وبيمشي، ولما بيكملوا طريقهم بيتفاجئوا بعجوز شايل شاب على كتفه، والشاب ده بيكون مصاب بسبب الركشاسة، وبيطلب من بطلنا انه يوصلهم للبلدة. ولكن بطلنا بيقول له اللي معهوش ما يلزموش يا معلم واخلع يلا، لكن الراجل ده بيعرض على بطلنا الفلوس اللي معاه ولكنها بتكون قليلة جدا، وبطلنا بيرفض في الأول، ولكنه بيلاحظ ورقة غريبة واقعة على الأرض، والورقة دي بتكون صادرة بحق أحد المطلوبين، وقد جعل على رأسه 6000 عملة ذهبية ويلقب بالأفعى ذات الرأسين. ساعتها بطلنا بيقول هو ده الكلام ولا بلاش، وبيبص الراجل عجوز وبيقول له خلي معاك فلوسك. وبالفعل بطلنا بياخد العجوز ده وبيوصله للبلدة، ولكننا بنتفاجئ كلنا لما بنشوف بنت لاو تاجر العبيد اللي هو رايح له بتضرب واحد من التجار لانه وسخ زيهم، وبيحاول يعتدي على بنت اللي مع التاجر لاو، وبيحاول ياخد البنت دي بتمن بخس جدا. فالبنت بنت لاو بتتعصب جدا وبتديله اللي فيه النصيب وبتكون عايزة تخلص عليه، ولكن لولا وصول دوما لكان هذا الرجل من تعداد الموتى. وبعد ساعات قليلة بنشوف العجوز ده مع الشاب اللي واقع على الأرض وهم بيحاولوا يعالجوه، وبيكون الشخص اللي في الصورة اللي بطلنا أخدها هو قاتل والد الشاب المصاب. وساعتها بطلنا بيعرف من العجوز اللي مع الشاب إن المكافأة اللي حاطينها دي هو العجوز والشاب نفسهم. وساعتها تاجر العبيد لاو بيكون عارف
عارف القاتل ده وبيحذر بطلنا ان هو يروح، لكن بطلنا بيسمع الكلام جدا وبيتجه في طريقه عشان يخلص على المجرم ده. وبيوصل بطلنا قدام بلدة تشيشة وبيتفاجئ ب3 من الرجال معلقين ومقتولين. والمفاجأة الأكبر أن المدينة غارقة في فوضى عارمة. وبعد شوية بطلنا بياخد ابنه وبيدخل لواحدة من الحانات وبيكون بيدور على القاتل ده، لكن محدش بيفيده، وبيستأجر أوضة ليه ولابنه. وأصحاب الحانة اللي هو الزوج وزوجته هم واقفين في المطبخ، بتكون المية هتخلص وعليهم ضرائب ومش عارفين يعملوا إيه. فالزوج بيقول لزوجته إن هو هيروح للسيد عشان يستسمحه ويطلب منه يديله مهلة، لأنهم لو ما دفعوش الحانة اللي هم فيها دي هتتاخد منهم. فالزوجة ساعتها بتتضايق جدا وبتقول لزوجها: هو انت كل مرة تروح وترجع لنا قفاك يا قمر عيش؟ هو انت ايه ده، انت زهقتنا يا اخي. فزوجها بيقول لها: خلاص يا بت، وانا هروح واحاول، هعمل ايه يعني؟ وبالفعل الزوج بيروح للسيد ده وبيفشخوه وبيضربوه وبيطلعوا ميتين ابوه. وفي الحانة بيكون ابن صاحب الحانة قاعد مع شويتشي وبيقول له: انت ابوك جامد قوي، لكن انا ابويا كل شوية يروح للسيد وبيدوس على دماغه، وراجل سكير وملوش لازمة في الدنيا وانا زهقت منه. ساعتها امه بتسمعه وبتيجي وبتسكعه قلم على وشه بتخليه ما بيسمعش تاني، وبتقول له: انت يا ابن الكلب ازاي تتكلم على ابوك كده؟ هو ابوك زبالة بس ما ينفعش نقول عليه كده يا ابني. وفي نفس الوقت ده بيكون الاب هو كمان واخد قلم زي ابنه من ابن السيد ده، وبيروح دوما على الينابيع الساخنة عشان يظبط حاله، لكنه بيتفاجئ بالرجالة بتاعة الحاكم كلهم موجودين هناك. وبيبقى في مكان تاني وبيبان ان المكان ده خاص بالزعيم لانه فاضي، وبيقرب بطلنا وبيكون مش همه اي حاجة وبيكون خلاص هينزل. لكن المفاجأة ان رجالة الزعيم فجأة بيهجموا عليه وبيبقوا عايزين يخلصوا عليه ويغرقوه، لكن على مين؟ ده دوما يالا. في ثوان معدودة بيكون كسر عظمهم كلهم وغرقهم واحد واحد. وهنا كانت الصدمة. ساعتها بيخرج الزعيم وبيبقى عامل زي التنين وبياخد دومة وبيقعدوا مع بعض هما الاتنين، وبيطلب منه انه هو يكون واحد من رجالته. فدومة ساعتها بيقول له: رجالتك مين؟ ده انتوا شكلكم ما تعرفوش انا مين. ولكن يا صديقي تفتكر انهم هيعدوها له بالسهل كده؟ لا والله. هوبا دروبا الرجالة ساعتها بتنطلق على الحانة وبيدمروها رأسا على عقب. ولكن بيكون دوما لسه ما وصلش للحانة، لانه بيكون بالتالي قابل البغل صاحب الحانة اول ما طلع. والصدمة انه بيعترف له بكل حاجة وبيعرفه انه هو الافعى ذات الرأسين، ووراله كمان الوشم اللي في بطنه، وبيطلب منه انه هو ياخد المكافأة اللي عليه ولكن يدفع نصها لعيلته. ساعتها دوما هجم عليه ولكن الراجل ده ما قدرش يتفادى الهجوم بتاعه. ساعتها دوما بيقول له: انت هتضحك عليا ولا ايه؟ الافعى ذات الرأسين قاتل من القتلة المتمرسين، كيف له الا يتصدى هجمة ضعيفة جدا مثل هذه الهجمة؟ وساعتها الراجل ده بيرجع على الحانة وبيتفاجئ ان ابنه بيكون واقف قدام الباب، وبيحصل هجوم من جنود الحاكم، لكنه بسرعة بيلحق ان هو ينقذ ابنه ان هو يتصاب. وبيكلم الجنود وبيكون فاكر ان هم جايين عشان ياخدوا الضرايب، لكن ابن الحاكم بيقول له: انت اهبل ولا ايه؟ ضرايب ايه اللي احنا جايين ناخدها؟ حتى لو كنت دفعت كنا هناخد منك الضرايب بالعافية. والمفاجأة انه هو بيطلب من واحد من رجالته انه هو يخلص على الام وابنها، لكن المفاجأة انه هوبا دروبا الافعى ذات الرأسين تظهر الان وتنهي حياة هذا التابع الحقير. وبيقول لهم: انا كنت عمال اتذلل ليكم طول المدة دي وانتم مش هاممكم، لا وفي الاخر كمان عايزين تخلصوا عليا انا وابني ومراتي. قد حان وقت النهاية يا سادة. ساعتها رجالة ابن الحاكم بيهجموا عليه، لكن على مين؟ ده الافعى يا معلمين. والصدمة ان ابن الراجل ده بيكون مش مصدق ان ابوه الغلبان بيعمل كده، وبيسأل نفسه بكل غرابة وبيقول: هو مين الشخص ده؟ ده مش ابويا. فين ابويا الغلبان الكحيان اللي كان بياخد بالقلم ويقول يا سلام؟ وبعد ما بيخلص على كل الموجودين بنتفاجئ بعمك دومة وهو خارج وساحب معاه جثة واحد منهم، وبنتفاجئ ان هو اساسا كان في الغرفة دي وبيخلص على كل المجموعة اللي مع ابن الحاكم. وساعتها دومة بيقول للأفعى: مش تقولني ان انت يا عم؟ فبيقول له الأفعى ذات الرأسين: ادفع نص المكافأة لمراتي اللي هتكون أرملة وابني اللي هيبقى يتيم بسببي، وانا دلوقتي هسلمك دماغي.
ساعتها داوما بيكون مستغرب جدا من الراجل ده لانه واثق فيه جدا. ساعتها الافعى بيرد عليه رد مؤثر جدا وبيقول له لقد رزقت ابنا يا صديقي وانك لرجل صالح. وبنرجع مرة تانية لابن الحاكم اللي بيكون مرعوب جدا وبيقول للافعى انت عارف ابويا هيعمل فيك ايه لو انت خلصت عليا؟ ساعتها داوما بيحط رجله عليه وبيقول له هيعمل ايه يا ابني؟ طز فيك انت وابوك. وقتها يصل الحاكم ويرى ابنه في حال يرثى له، ولكن داوما بيقول له لو انت عايزني ابقى واحد من رجالتك لازم تعاقب اللي عمل كده. ساعتها الحاكم بتعجبه الفكرة جدا وبدون تردد بياخد ابنه وبيشنقه. ساعتها ابنه بيكون مصدوم وبيقول له انت اتجننت ولا ايه؟ انا ابنك ازاي تعمل فيا كده؟ قال له ابني مين يهبل انت عيل يتيم وكحيان. وقتها عم الصمت وفارق الحياة. وفي الوقت ده بيجيبوا الأفعى عشان يخلصوا عليه، لكن ابنه بيفضل ماسك فيه عشان يسيبوا أبوه، ولكنهم بيرفعوه أكتر وأكتر وبيكون بعد دقائق معدودة سوف يفارق الحياة أمام الجميع. ساعتها ابنه بيمسكه وبيبكي بكل حسرة عليه. ولو فاكر ان كده خلاص يا صاحبي، لا، هوبا دروبا بيوصل خنجر بيقطع الحبل اللي كان هيتشنق بيه. الخنجر ده بيكون الخاص بداوما اللي بيديه للأفعى وبيقول له يلا نخلص على ابن الجزمة ده وبعد كده نتفاهم انا وانت. ساعتها بيسحبوا سيوفهم وبيخشوا زي المجانين على الحراس الغلبانين. دول شكلهم محتاجين فيتامين، ولكن بعد ما بيخلصوا على الحراس بيروحوا على القائد بتاعهم، ولكن داوما والأفعى غلبانين ما يعرفوش ده يبقى مين. ده يا صاحبي هو التنين، حركاته حركات معلمين، وبيكونوا هما الاتنين مش قادرين عليه. ولكن المفاجأة ان رأس الأفعى بياخد ضربة بتثبته مكانه. ساعتها داوما بيستغل الفرصة وبيهجم على القائد وبيوجه له ضربة في رقبته، وبيكون القائد مش مصدق ان هو خلاص مات، وبيقول له انت خلاص فاكرني موت؟ انتوا فاكريني ضعيف وهتحطوني في رغيف؟ غلابة والله، انت قتلت واحد من اكبر الناس المهمين والحكام مش هيسيبوك في حالك يا زميلي. والآن قد حان وقت الوفاة، توفى هو ورأس الأفعى. ووسط دموع الفتى الصغير الذي يطلب من داوما ألا يأخذ رأس والده، وطبعا عشان داوما لا ياخد المكافأة لازم ياخد رأس الأفعى. وساعتها تشويتشي هو كمان بيطلب من أبوه إن هو يسيبه عشان هو علمه قبل كده إنهم ما بياخدوش أي شيء من الموتى. ساعتها داوما بيقتنع وبيعمل حاجة غير متوقعة خالص، إن هو بيرمي فلوس لابن الأفعى. وبعد ساعات قليلة بنكتشف إن خبر مقتل الزعيم انتشر كالنار في الهشيم، وساعتها اتحط على داوما مكافأة 50,000 عملة ذهبية للي يمسكه. وساعتها بيطلع ورا داوما عدد كبير جدا من الجيش عشان يقبضوا عليه. ساعتها تويتشي بيكون مصدوم من المبلغ اللي طالع عليهم، فبطلنا بيقول له ده انا يا ابني عايز اقبض على نفسي بس مش عارف اعمل كده ازاي. وبيبدأ ان هو يتسلى على المجموعة اللي جاية تقبض عليه ويخلص عليهم واحد ورا التاني. وهنا كانت الصدمة، الحصان بتاعهم بيبدأ ان هو يتعب، وكمان الاعداء بيبدأوا ان هم ينزلوا عليهم بمطر من السهام. وساعتها بطلنا بيقدر ان هو يتفادى بكل سرعته السهام اللي نازله عليه، ولكن المفاجأة ان العدو اللي هم جايين عشان يقبضوا عليه هو اللي بيتصاب بالسهام. وفجأة بيظهر الجيش اللي قدامه اللي بتطلع قائدته تويا بنت لاوي تاجر العبيد. وبيرجعوا بعد كده لتاجر العبيد وبيكتشفوا ان في شخص غريب هناك. وساعتها الشخص الغريب ده بيبدأ ان هو يقول له ان هو عارف كل ماضيه والحاجات اللي كان بيعملها زمان وسبب هروبه. ساعتها بطلنا بيتعصب وبيخنقه وبيعلقه على الحيطة. ساعتها الغريب ده بيوقفه وبيعرفه ان هو جاي هنا عشان يساعده. ساعتها بطلنا بيسيبه وبيروح عشان يرتاح. وفي الصباح بطلنا بيجهز نفسه هو وشويتشي عشان يسافروا، وبيجهز عشان يمشي، وبتكون تويا رايحة معاهم في الرحلة والغريب ده كمان. وبنعرف ان تويا بتحب بطلنا لكنه كارف لها. وبعد 3 أيام من المشي في الصحراء المقنع ده بيقول لبطلنا ان هو تعب جدا وعايز يرتاح. ساعتها بطلنا بيقول له ما احنا لسه كنا من 3 أيام قاعدين، انت ايه خيخة ولا ايه؟ ساعتها شويتشي بيكون فرحان جدا ان هو راجع لوطنه، وبيبص للمقنع وبيسأله ايه هدفه ان هو رايح هناك. وهنا كانت الصدمة، المقنع بيرد رد غامض جدا وبيقول لهم احسن لكم ما تعرفوش انا رايح هناك ليه. وبس يا صديقي، وهنا كانت النهاية، ومع السلامة.